في الظلال وفي مستودع حيث يخصب الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد الجم نسرا وأهله الغرق وردت نال الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم بدا طرفه تحتوى بيتك المهيمن من عند فعليا تحتها مطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي نور وسبل رشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم متى يبدو في داجي البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدمع متجرا بالبر كالبدر جل ليلة الظلم وفي عطافه أو أثناء بدته ما يعلم الله من لين ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسدول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفواضل دع ما دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مات عن فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آيات عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسالوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسن بقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على من فاتحته البديعية براعة استهلال ومن خاتمته براعة المحكم مختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بعنا وعن والدنا وأزواجنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبو
بها مؤملين يا ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلا بإذن ربه العلي أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول قد خص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاطر معضل أهلا بشهر الفرح شهر الذهاب الترح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل أهلا بشهر الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحذف من مليلين أهلا بشهر الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاتم المللين أهلا بشهر الخاتم شهر النبي القاسم وفاتحين وفاتحين وخاتمين وآخرين وأولين أهلا بشهر الناصري للحق شهر الأمري بالعرف شهر الظاهري بكل وصف نكمني أهلا بشهر الهادي لمنهج الرشاد وقائدين وحادي إلى الطريق الأمثل أهلا بشهر سيدي لأحمرين وأسودي من حاز السبق سددي يوم اعتذار رسلي وقد كفى كلها أعباها وكلها بقولي أنا لها عند اشتداد الوجل فيا لها من خطى جوابه في الحطة من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبلين أهلا بشهر المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل وشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل شهر الذي آثره إلهه واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل
الذي ما ساخط ومن له الحسن بخط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي لمن أتي سبيل لمن تقي أهلا بليل 12 في ويومه الأغر وطيب ذلك سحر والنور أفقه الجليل تهنئة ربيعي لمن أتي سبيعي لمن تقي أهلا بكل ما ظهر من خالق يعي الفكر فيه كرافع البصر إلى مقامه العلي لمن أتي سبيعي لمن تقي وما رأت من عجاب آمنة حين النصاب سبابة ثم اقترب بالسجدة المبتهلين تهنئة ربيعي لمن أتي سبيعي لمن تقي كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بالصنم المجدل لمن أبي سبيعي لمن وغادت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجله لمن أبي سبيعي وجنهم في نكد لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل لمن أتي سبيعي لمن ورنة شيطاني جر عظيم الشان من أوضح البرهان لعظم ما به ابتلي لمن أتي سبيعي قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل لمن أتي سبيعي أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محل الزحل تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بمن وسابعي الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلهه في الأزل تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بمن أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جدي لينجلي تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بمن بحمد الأولين الأول آخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بالمنطق البديعي أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بالمنطق البديعي أهلا بشهر العجمي إبريل شهر الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير المرسلين تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بمنطق البديعي أكرم بيوم صار 20 واستنار لمن حوى الفخار وغفرة من منزله تهنئة ربيعي بمن أتي سبيعي بمنطق البديعي
شهر النيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكامل المكمل قد تمت الليالي في عدة ليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل تهنئة ربيعي بمدحة شفيعي بالمنطق البديعي أبو بها مؤمله أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد لأزل وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل بجاههم يا إلهي اغفر لناظمها واسمع لقارئها وللذي حضر بخفي اللطف يكفيهم نوائب الدهر ما أفاته الكدرى أجب دعاء وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولقى والخاتم لما سبقنا نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله